سعودي، ابو فيصل سعودي ومن اهل حي السويدي، صح ولا لا؟ من السويدي. والله يا مرحبا يا ابو فيصل. ابو فيصل صل على النبي. انا حصلت المقطع وانها انت وسولفت معك قبل شوي انك تبي تقفل خلال الشهرين هذه، اذا ما اشتغل المطعم تبي تقفله. قل لي ليش، وش السبب؟ السبب قل الانتاج. قل الانتاج. قل الزباين. انا انقطعوا من سبب ما عندي عماله. ما عندك عماله؟ ما عندي عماله طباخين مساعد. ايوه، لا انت قادر تجيبهم. ولا قادر اجيبهم. طلبت لكن ما حصلت اللي يوافق افكاري وتتفقوا. نعم. طيب وقلت اذا استمريت على هالحال شهرين تبي تقفل. والله نعم، اذا استمر الحال على كذا اكيد اني خسران. طيب ومعي السؤال، هل عندك يعني مثلا محلات غيره مصدر رزق هذا هو المحل الوحيد هذا المحل الوحيد اللي تملكه ومصدر رزقك الوحيد؟ ومصدر رزق. هذا هو. اول شيء ابو فيصل، انا والله ما اقولها لك مجامله، انا دقت الان الكبسه وانا رجل احب الكبسه. كل مطعم حتى برا المملكه دقت مطاعم، اقسم بايات الله هذا نحلف قدامكم يا جماعه، بعيدا انه يستحق الدعم وما يستحق، والله اللي زي الطبخه اللي انا دقتها الحين انه ما يستاهل يقفل لو كان مطعم واحد ما نعرفه، فكيف لو مطعم واحد مثل ابونا وبنا وفينا. الناس فيها الخير. وابشرك تبي تقول موقعك الحين باذن الله تعالى انك ما هو تقفل شهرين، انت تقول اذا ما استمريت سنه سنتين وسنين باذن الله تعالى وبتذكرنا بالخير ان شاء الله. الله يسلمك. طيب وش اللي عندك ابو فيصل؟ كبستين قالوا لي الان لا اللي تطبخ الان ايه؟ الرز الاحمر والرز الابيض. حلو. الدجاج 3 انواع او 4 انواع لا يسوي. حلو. دجاج محمر، دجاج مشوي، دجاج في الفرن، دجاج مدفون. حلو ما شاء الله. هذه كلها طبخ يدك انت؟ طبخ يدي انا، كلها طبقها انا. ما شاء الله تبارك الله. يعني ما تخلي حد يطبخها لك، انت اللي تطبخها بيدك من اولها لين اخرها. وشيف انت ولابس لبس بعد المطعم وكل شيء. نعم. ما شاء الله تبارك الرحمن. طيب عنده قالوا عندك طلب خاص ما ادري وش هو، لحم او شيء، سمعت زي كذا اللي مثلا عندي لحم اني اخليكم تطبخونها لي. نستقبل اذا تستقبل طلبات الزباين جاب اللحمه ولا نطبخها لها. ولو عندي عزيمه طيب بكم تطبخونها لي مثلا مفطح مثلا؟ والله مفطحات الى الان ما بدخلت فيها، يعني ما في يد عامله. لا ابشرك لكن بالكميات القليله. لا ابشرك ان شاء الله باذن الله تعالى بعد هالمقطع ان شاء الله ابو فيصل بعد هالمقطع باذن الواحد الاحد انهم ما هم مقصرين معاك وبتقول لنا موقعك ان شاء الله، وان شاء الله تبي تطبخ مفطحات ويمكن ما يمديهم يلحقون عليك. بس الله لا تقصر ويستاهل ابد. وقل كلمتك ابو فيصل الاخيره للي حاب يجي للمطعم حقك. ابد اللي حاب المطعم ان شاء الله اكلنا يعجبه. هذه في السعوديه 100% طبخ بيوت، طبخ مميز، يعني ما هو طبخ مطاعم او طبخ بيت. طبخ متعوب عليه، طبخ بيوت برا ما اطلق حجاجك يا ابو فيصل، صدقني ان شاء الله انك بتنبسط وابتسم. ومطعم خالي اذا ما فتحت 10 فروع ماني احمد، بس ابيك تنبسط وتستانس. الله ولا تشيل هم شيء، الدنيا لاحقين عليها والناس ما هم مقصرين باذن الله تعالى ابد. وحي السويدي اكتب مطعم ايش بس عطني مطعم كبسه الطاهي المميزه. اكتب مطعم كبسه الطاهي المميزه بحي السويدي في الرياض. وعندكم طلبات طيب اونلاين اللي بيطلب مثلا عن طريق الطلبات جاهز والاشياء؟ والله هذه ان شاء الله في الطريق ان شاء الله. ابد حتى الشركات ما هم مقصرين. شقردي موجود، هنجر ستيشن وهنجر ستيشن يا جماعه ترى عندهم موجود باذن الله تعالى. واللي حاب يجي المطعم يكتب، واللي حاب يطلب من هنجر ستيشن يكتب اسم مطعمهم كبسه الطاهي المميزه. واسال الله ان الله يرزقكم ويوفقكم. وهذول على قولتهم انا عياله مو عيالهم، ما بيقول لهم عيالنا، لا والله انتم انا مثل ولدك يا وحساباتي ومتابعيني تحت الراس. اي والله اني صادق. الله يرزقه ان شاء الله يا جماعه. زي ما قلت لكم انا والله كبستي قبل شويه هناك سم اقول لك اكلت بعد نوع من الانواع اللي والله اني اكلتها قبل شوي ان شاء الله اني فصفصت الدجاجه تفصفص ما شاء الله تبارك الرحمن. الله يوفقهم.